يعني ايه الامن الغذائي يا استاذ؟ يا حبيبي ان انت توفر الغذاء كما وكيفا لافراد الشعب كله في اي وقت. ده الامن الغذائي. طب ايه المقصود بكلمة مصادر الطاقة؟ والله يا باشا مصادر الطاقة دي زي ما انا قلت لك من شوية، زي الفحم، زي البترول، زي الغاز الطبيعي، كل دي مصادر طاقة. طب مصادر الطاقة دي هل دلوقتي تدخل في دراسة النظام العالمي الجديد؟ ايوه. ليه؟ لأن خلاصة الأمر في الجزئية دي دول العالم المتقدمة دلوقتي بقت بتحاول تسيطر وتهيمن على دول العالم الثالث النامية عشان تاخد مواردها الاقتصادية. طيب رقم 6 والأخيرة، ظاهرة العولمة. ظاهرة العولمة، بص التاريخ وحاول قبل ما أنا أكتبه تعرفه عندك. ظهر بوضوح في منتصف التسعينيات من القرن العشرين. ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتكتب يعني ايه منتصف التسعينات من القرن العشرين، وتشوف انا بعد كده هكتب لك ايه. يا رب تكون عرفت تجيبها. القرن العشرين اللي هو كام؟ 1900. لو لقيته مكتوب كده بالعربي نقص منه واحد بالحساب. التسعينيات اللي هي فترة التسعين. منتصف اللي هي سنة 5. يبقى العولمة ظهرت سنة كام؟ 1995. دي منتصف التسعينات من القرن العشرين. تقول لي يعني ايه عولمة؟ العولمة هي عملية تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والاجتماعية. يعني ايه تغيير الأنماط والنظم الاجتماعية والاقتصادية؟ يعني من الآخر يسيطر على اقتصاد دولتك ويسيطر على معتقداتك الدينية والاجتماعية من غير ما ينزل يحتلك. ركز، خد بالك من الحتة دي. يبقى فكرة العولمة يغير لك النظم الاقتصادية والاجتماعية. مين اللي هيغيرها لك؟ الدولة الأقوى بتفرض أفكارها وسيطرتها الاقتصادية على الدولة الأضعف فتغير أفكارها. العولمة منها نوعين، منها اقتصادي ومنها اجتماعي. الاقتصادي يجيب لك دلوقتي السلع بتاعته الخارجية ويعمل لك سياسة إغراق سلعي، فأنت تشتري كل المنتجات الخارجية بتاعته. طب العولمة الاجتماعية بيغير النظام الاجتماعي بتاعك. فكرة النظام الاجتماعي بقى إيه؟ يزيل الفوارق الدينية والقومية والوطنية. يعني من الآخر كده يحاول يغير أفكارك ومعتقداتك الدينية والقومية بتاعت دولتك.